كام يوم كده كان في تفتيش حرب للفرقة الرابعة في الجيش المصري. الفرقة دي أول فرقة مدرعات يتم تأسيسها في الجيش، واللي اتسمت بسلاح الفرسان، واللي شاركت في تحرير الكويت. والفرقة الرابعة أكبر فرقة احتياط، يعني كل التجهيز ده بالاحتياطي مش الأساسي. والفرقة دي واحدة من 4 فرق جوه الجيش الثالث، اللي هو جزء من الجيش المصري المكون من الجيش الثاني والجيش الثالث، ده غير القوات الخاصة و35 قاعدة جوية و7 قواعد بحرية. يعني الفرقة دي حاجة قد كده من الجيش المصري. طب سيبك من ده كله، مصر بتصنف الرابع عالميا في سلاح المدرعات، وال14 عالميا من حيث القوة، ده غير اننا اقوى جيش في المنطقة. طب ليه ما نحاربش بقى ونطلع نخلص الكلام ده كله؟ تعالى هقولك. انت لو فكرت تحارب هتحارب امريكا وحلف الناتو اللي هي الدول الاوروبيه. طب ليه بقى هم مالهم بينا؟ هقولك ان في قانون دولي بيقول ان طالما ما حدش جه جنب ارضك يبقى مالكش فيه، ولو خرج من ارضك جندي واحد يبقى انت كده دوله معاديه مش دوله دفاعيه، والعالم كله واقف على شعرك. ومصر بالذات لو اعلنت الحرب هتبقى حرب عالميه.